السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سقط الأسد، وكنا ننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر منذ سنين طويلة، لكن مع هذا الانتظار كان هناك شيء من الخوف يعيش في نفوسنا. هذا الخوف نابع أساسا من نتائج ما بعد الأسد. لا أتكلم هنا عن النتائج التي سوف تحصل في سوريا في الجانب المدني أو العسكري أو المؤسسات، لا، لكن أتكلم هنا عن مأساة بدأنا نعيشها من أول ما بدأت تفتح المعتقلات. الألم الذي بدأنا نراه على وجوه المعتقلين وهم خارجين من السجن، العيون جاحظة، الوجوه كالعظم، حالة من الاندهاش ما تعرف سببها من حيث المبدأ، لكن أنت لو قرأت عن معتقلات الأسد وعن سجون الأسد لأدركت جزء بسيط مما يعانيه هؤلاء المعتقلين. الألم اللي شفناه بعيون الناس اللي طلعت من السجون والله لا يمكن أن نعبر عنه بآلاف الكتب. حالة من الخوف، من القهر، من الذل، من العذاب، من أنه أنا بشر، أنا ممكن أني أطلع للحياة، ممكن أشوف أهلي، ممكن أشوف ناسي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خايفين حقيقة من أنه نسمع هي القصص يلي رح يطلعوا فيها المعتقلين، خايفين نسمع قصص الحرائر يلي طلعوا من سجون الأسد، خايفين نسمع عن قصص ما بتقبلها كرامتنا ولا بتقبلها قيمنا ولا بيقبلها ديننا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مأساة المعتقلين يا أخواني ما انتهت هنا. مأساة المعتقلين ما زالت حية، ولا بد أن نتكاتف في سبيلها. امبارح حجم يعني الرسائل والفيديوهات والتسجيلات والصور فرحا بسقوط الطاغية الأسد ملت السوشيال ميديا. اليوم مساء وأنا أتصفح الإنترنت، أخي اعتقل بشهر 12 2011 من ساحة الأمويين، اسمه فلان الفلاني، حاطط صورته هو بريعان شبابه، ابن عمي فلان وفلاني، بنت عمي فلاني، أبي فلان، صهري فلان، أخي فلان. الآن صفحات التواصل الاجتماعي للسوريين وكأنها صفحات البحث عن مفقود، وليس كأنها هي هيك حقيقة. الآن أهلنا نسيوا الفرحة شوي، نسيوا الفرحة شوي وهن عم يدوروا عن معتقلينهم، عن أحبابهم وإخوانهم. عمي والد زوجتي معتقل، نحن عم نشوف الفيديوهات، عم نراقب كل وجه، عم تحاول الذاكرة تحلل كل صورة، كل نظرة، كل شكل، علنا نجد بصيص أمل إن نشوفه ونلتقي فيه. يا أخواني، قصص المعتقلين لم تنتهي بعد. اليوم علينا كمجتمع سوري محرر أن يهتم بقضية المعتقلين وتكون أولى الأولويات بالنسبة له. جمع أسماء المعتقلين اللي خرجوا من السجون، وإن كان خرجوا بطريقة يعني نوعا ما عشوائية بسبب الحالة، لكن هذا لا يعني أنه نرجع نبحث عنهم وناخذ أسمائهم ويكون نخصص لهم برامج للرعاية والدعم والتأهيل. صدقا الناس ما عرفانة تمشي بالطريق، عم يقول له ليكت الباب من هون، الباب من هون، امشي. هداك واحد تاني عم يشلح ثيابه ويدعس عليها بالأرض ويعيط. ليش؟ لأنه هو مصدوم من الحالة، هو معتبر نفسه في قبر،
ولن يخرج منه إلى قيام الساعة، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تتحقق، ويعود هذا السجين إلى أهله بإذن الله. يا أخواني، اليوم يوم أن نقف، هذا أول امتحان لنا في هذه الثورة بعد التحرير، أن نهتم بقضايا المعتقلين. في كثير ناس الآن فاقدين الذاكرة، في كثير ناس الآن ما عرفانة وين بدها تروح، ما عندها مأوى. خلينا نشغل سيارات في الداخل المحرر، خلينا نشغل الفرق اللي تبحث عن المعتقلين وتسجل اسمائهم وتضبطهم، ويكون عندنا قاعدة بيانات واحدة لأسماء المعتقلين يتم تنظيمها من قبل الحكومة التي ستستلم ملف يعني في سوريا، ويتم متابعة هؤلاء المعتقلين. لابد من وضع وزارة أو حتى مديرية متخصصة بشؤون المعتقلين. إخواننا، المعتقلين لهم دين علينا كبير، هذا الدين ما بنوفيهم إياه ولا يمكن أن نوفيهم إياه. هؤلاء الناس اعتقلوا ببداية الثورة وخلال سنوات الثورة لأنهم صدحوا بصوت الحرية، وكانوا أول من دفع ثمنها مع شهدائنا الأبرار. فواجب علينا كلنا اليوم يا إخواني أن نقف مع هؤلاء المعتقلين، وأن نرعى شؤونهم، وأن نتابع أحوالهم. المنظمات السورية المنتشرة في تركيا وفي خارج تركيا لا بد أن تبدأ بحملات لرعاية ودعم هؤلاء المعتقلين. اليوم يومكم يا إخواني، اليوم يومكم يا أحرار، اليوم يومكم يا من يحفظون الود ويحفظون كرامة المعتقل. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بأحبابنا وبمعتقلينا، وأن يرد كل غائب وكل حبيب إلى محبوبه، وأن يجمع كل مفقود بأهله. اللهم كما رددت يوسف إلى يعقوب، رد المعتقلين إلى أهلهم وذويهم، واشف صدورهم وأقر عيونهم. اللهم كما رددت موسى إلى أمه، بقدرتك سبحانك رد المعتقلين إلى أهلهم سالمين غانمين بصحة وعافية. اللهم استودعناك المعتقلين من أول يوم في الثورة، يا من لا تضيع ودائعه، احفظهم بحفظك وردهم إلينا سالمين غانمين مأجورين. همتكم يا أخواني في سوريا المحررة، وفي تركيا، وفي أوروبا، وفي أمريكا، وفي جميع بقاع العالم، همتكم لكي نضبط ملف المعتقلين ونكون أوفياء كرماء معهم، كما قدموا أغلى ما لديهم في سبيل هذه الثورة، ألا وهي حريتهم. ونسأل الله عز وجل أن يقر عين كل محب بمن يحب عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.